ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم امال من قناه منوعات امال العبيدي. اتمنى اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض اكله انا اول مره اجيبها بصراحه، واتفاجئت بالسعر بتاعها. لقيت الكيلو منها ب 30 جنيه. الاجنحه بتاعت الفراخ غسلتها كويس جدا وصفيتها من الميه بتاعتها وعصرت عليها نص ليمونه. بصوا بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، انا لقيته بيبيعها كده بتاع الفراخ، فجبت من عنده يعني كيلو شويه. زي ما انتوا شايفين كده نضيفه قشطه، ما فيهاش اي حاجه. عصرت عليها بس نص ليمونه، ودلوقتي هبشر عليها بصلايه صغيره خالص. انا طبعا هتبلها من بالليل وهسيبها لغايه تاني يوم في التلاجة. هبشر عليها البصله كويس جدا. انا هنا نقلتها في طبق كبير علشان اتحكم في ان انا ادعكها كويس بالبصل. هحط عليها معلقه من الكركم، معلقه من البابريكا، معلقه من البهارات الفراخ، معلقه من الفلفل الاسود. كل دول هنزلهم برضو على البصله والفراخ وادعكهم بقى كويس جدا 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 في بعض. اقعد ادعك كده حوالي بتاع 15 دقايق. اسفه. وهحط برضو معلقه ملح. انا ما كانش عندي بصراحه، اللهم صل على النبي، ما كانش عندي جوانتي، فلبست كيس في ايدي زي ما هتشوفوا دلوقتي كده في الفيديو اهو. وهدعكها بقى كويس جدا في بعضها، وادخل البصل وادخل البهارات وادخل كل الحاجات اللي انا حطيتها دي في قلب النسيج بتاع الفراخ وتحت الجلد كده. هدعكها كويس جدا في بعضها اهو زي ما انتم شايفين. عاوزه اقول لكم ان انا طعمها بصراحه تحفه، يعني انا بس بنزل لكم الفيديو ده بعد ما اكلتها طبعا، فطلع طعمها حلو جدا. وهنزل لكم الفيديو اللي بعد ده الطريقه بتاعتها، يعني انا هنزل لكم الفيديو منفصل، طريقه التتبيله لوحدها والطريقه اللي انا هشتغل بيها لوحدها علشان الفيديو ما يطولش معاكم. دخلت بقى كل المكونات بتاعتها كده ببعضها، البصل والليمون والبابريكا والفلفل الاسود وبهارات الفراخ والكاري او الكركم، ودعكت كويس جدا كده في قلب بعض. بصوا هنا بقول لكم ان لونها حلو قوي، خدت اللون الاورنج كده شويه. طعمها بصراحه كان جميل جدا، يعني انا اول مره اجيب الاجنحه بتاعه الفراخ، لان هي اصلا كمان ما بتتباعش عندي هنا في السلام. فانا كنت بالصدفه في بيتنا اللي في عين شمس، فعرفت ان هم بيبيعوها هناك بالكيلو يعني، والكيلو بتاعها زي ما قلت لكم مش رخيص، ده ب 30 جنيه. اكله حلوه وسهله وبسيطه. واستنوا ان شاء الله الفيديو الجاي الطريقه بتاعتها. كده هحطها في التلاجة لغايه ان شاء الله تاني يوم، واشوفكم على خير.